بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواني واخواتي؟ اني رأيت لكم رؤيا هذا الامس. رؤيا هذا الامس حلفت طلقت 3 اللي اقوم اقولها لكم. وصل كده الحجي طلقت 3 حلفت اقولها لكم. وما هي الرؤيا؟ انا اقول لكم ايه هي الرؤيا. طبعا رؤيا اننا بسم الله ما شاء الله السنة دي سوف نتخزوق. اي نعم نتخزوق ونتشلوح. الدبلكس سبحان الله سبحان الله كله بيد ربنا كله بيد ربنا. نتخزوق ونتشلوح. اي نعم. فيعني نصيحة مني ليكم بلاش الربع اللي هو بتاعي كل سنة دي. واحد بارد هيقول لي ايه هو الربع دي؟ اقول لك انا يا ابني ايه هو الربع دي؟ ان انا اليوم دخلت الى المسجد لكي اصلي مثل العادة. رأيت كمية رهيبة من الطلاب. أنا كشيخ فرحت الله، دي حاجة زي الفل، حاجة عسل. اللهم اهديهم يا رب، اللهم اهديهم. وفجأة علمت بالسبب. أي نعم علمت بالسبب. لماذا يأتون لكي يعني طبعا يعبدون إلى الله، لكن في سبب تاني عرفته. لكي يدعون إلى الله لكي ينجحهم. شفتوا؟ يصلوا عشان ينجحوا. وبعد ما السنة تعدت بسم الله ما شاء الله بقى رقص ومسخرة وضحك وفيس وواتس وفايبر وبنات ومزز وحتت كله، والعلامة الزرقاء تشتغل 24 ساعة وايه محدش قده. ينفع كده؟ ينفع كده؟ ينفع ليه؟ ينفع اللي انتوا بتعملوا؟ صلي يا اخي. حلو ما تصلي. خليك زيك يا شيخ صلي. استغفر الله العظيم ربنا يهديكم. وهذه هي البشرة السارة. سوف نتخزوق. والنصيحة بقى ايه؟ الكل بقى أب وأم. مستحب أنا بقى زي ابنكم وهقول لكم يعني اللي معاه سنجي يبقى ملحق. هتنفع. واللي معاه شومة يزيكي هتنفع والله هتنفع. واللي معاه حبل بقى يعمل ليها يفكه. عشان ده هذه كل الأدوات للتعذيب. أي نعم أنا دقت منها الفكرة يعني. هذه الأدوات كلها للتعذيب بس. أنا كطالب سعيد جدا إن أنا هيبقى أحكي السنة. واحد بقى يسألني ليه؟ أقول لك ليه. هذه السنة مصر سوف تنتج كمية كبيرة من الكحك، وسوف نخدم بها مصر الحبيبة، مصر الوطن، مصر الكحك سوف نخدم مصر الكحك، وسوف تأتي مصر في المرتبة الأولى في صنع الكحك. الله إني في غاية السعادة لكي سأخدم بلدي بالكحك. الله كحك. فنصيحة لكل كلمة بقى لكل الطلاب والطالبات. اوعى تزعلوا، اوعى انتوا كده بتخدموا بلدكم وانتوا مش حاسين. لما كل واحد فيهم يجيبوا 7 كحكات كحكتين 3 ونجمعهم ونصدروهم مصر تبقى الأولى في العالم على الكحك، وسوف نتقدم في شيء. يا أخي والله. والنصيحة بقى ايه الكل بقى ايه أب وأم فاكرين إن هي ابنهم
هيطلع دكتور ولا مش مهندس. حابة أقول لكم أحي أحي، مفيش الكلام ده. الكلام ده كله شماعة وهم عندكم. احنا مش هنطلع كده. احنا طموحنا مش كده. احنا الحياة اللي عايشين فيها مش كده. احنا الحياة الذي نعيش فيها كشباب، بلاش كلمة البنات، احنا كشباب اليوم يأتي الصباح بقى، نصف الصبح نفتح الفيس، نتغدى، نفتح الفيس، يجي بالليل العلامة الزرقاء تشتغل على طول وش. فنصيحة بقى بلاش الأحلام دي. وهذه هي البشرة السارة لكم يا أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.